شوفوا لما أقول لكم الجزائر جميلة، الجزائر جميلة ما شاء الله، جميلة بشعبها وطيب شعبها وكرم شعبها وجمال طبيعتها ما شاء الله. شوفوا ما شاء الله تبارك الله كيف الضباب نازل من فوق الجبل على البحيرة والآن جاينا. سبحان الخالق، سبحان الله العظيم، صراحة مكان جميل. السلام عليكم. ما شاء الله تبارك الله، هذا جمال الجزائر. صراحة ما توقعت الجمال هذا في الجزائر. جميلة بطبيعتها وبخضارها، وجميلة بشعبها وطيب شعبها وكرم شعبها ما شاء الله. هذا المكان اللي جينا فيه مرتفع أكثر من 1500 متر فوق الأرض ما شاء الله. زي ما انتم شايفين صنع الله الذي أتقن كل شيء. هذا الخالق، هذا المبدع الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الجمال. إنه الجميل. ما نقول إلا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. الله يجمعنا وإياكم والدينا في جنته. قل آمين. أجمل كلام تقرأه أو تحفظه كلام الله سبحانه وتعالى. الله يقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يقول ابن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. تبغى البركة في حياتك اقرأ القرآن، تبغى النور اقرأ القرآن، تبغى الشفاء اقرأ القرآن، تبغى السعادة اقرأ القرآن، تبغى الحياة الطيبة لا تهجر القرآن. الموفق من كان له ورد يومي يقرأ القرآن ولا يتركه. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. قولوا آمين. يا مرحبا بأهل الجزائر الطيبين، الله يسعدكم. كيف الحال؟ مساكم طيبين؟ لا بأس، الله يحفظكم. ليش ما تقولون إن جمال الجزائر زي كذا؟ جميل الجزائر وحلو الجزائر بجمالها وطبيعتها وجمال شعبها وطيب شعبها وكرم شعبها. الله يحفظكم اللهم امين ويسعدكم. ممكن صور ذكرى؟ عيوننا لك يا حبيبي، عيوننا لك. يأتي صحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا رسول الله أوصني. فأوصاها النبي عليه الصلاة والسلام بوصية عظيمة وثمينة. احفظوا هذه الوصية وانشروا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام إذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة تمحها. يعني إذا دخل في رصيد السيئات سيئة لا يرتاح قلبك ولا يطمئن حتى تعمل الحسنات. الله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. سبح، هلل، استغفر، تصدق، صل لله ركعتين لعل الله أن يعفو عن ذنوبك وسيئاتك. فقال الصحابي للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ أنا إذا قلت يا رسول الله لا إله إلا الله هي من الحسنات؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بل هي أفضل الحسنات. هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله كلمة التوحيد من أجلها قامت السماوات والأرض ووضع الله الموازين. هذه الكلمة العظيمة قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام هي أفضل الحسنات وأحب الكلام إلى الله فأكثروا منها. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. قولوا آمين. تسمعون صوت العصافير؟ أصوات العصافير وغير العصافير كل الحيوانات لها صوت، لكن الله سبحانه وتعالى يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده. لا تكن الحيوانات أكثر منك تسبيحا لله سبحانه وتعالى. فإذا رأيت الجبال الشامخة وإذا رأيت السماء وإذا رأيت الجمال والطبيعة أكثر من التسبيح لله سبحانه وتعالى. فسبحان الله هي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فأكثروا من التسبيح لله سبحانه وتعالى. سبحان الذي خلق كل شيء وأتقن كل شيء.
ليش يا أهل الجزائر ما تعلمونا إن أجواءكم حلوة زي كذا؟ ما شاء الله تبارك الله. في الجزائر تبغى أجواء بحر زي ما أنتم شايفين، أجواء بحر جميلة وحلوة. تبغى جبال وخضار ومرتفعات، موجود في الجزائر ما شاء الله تبارك الله. في أغلب الولايات أجواء جميلة وطبيعة حلوة. وكذلك إذا جيت الجزائر تتعجب من الناس اللي فيها، من طيب قلوبهم، وما شاء الله الكل يسارع من أجل يكرم الضيوف. نحبكم يا أهل الجزائر، الله يسعدكم في الدنيا والآخرة. ما شاء الله تبارك الله على أجواء البحر.